تقدر تستخدم سيدانس 2 الجديد لإنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي مجانا وبلا حدود وبدون VPN وبدون إثبات هوية. السلام عليكم، معاكم طارق جاد. وقبل ما نبدأ في الشرح انا عايز اقول لك ان انا تعبت بصراحة جدا علشان اوصل للطريقتين دول. كل اللي عليك من خلال الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو في الوصف هيدخلك على رابط التدوين الخاصة بموضوعنا النهارده. هتنزل بس لاسفل التدوين علشان تلاقي روابط مباشرة. الموقع الاول واسمه اسميت، اول ما بتضغط على الرابط هيوجهك مباشرة للواجهة دي واللي هتبدأ فيها عملية تسجيل الدخول من خلال الضغط على اللوجن. وعشان اسجل هنا دخول، طبعا لو سجلت بجوجل، فيسبوك او حتى اكس براحتك زي ما انت عايز، لكن احنا عايزين نعمل حسابات بلا حدود علشان مع كل حساب هتعمله هتقدر تعمل فيديو او 2 باستخدام نموذج سيدانس. فاحنا هنضغط كونتينيو ويز ايميل وهنبدا نسجل دخول باستخدام ميل عشوائي من خلال الضغط على ساين اب ونبدا نعمل تسجيل حساب جديد. طيب هنجيب الحساب العشوائي منين؟ هسيبه لك برضو في نفس التدوين، هتلاقي رابط ثالث بيديك الايميلات العشوائيه اللي تقدر تسجل بها هنا وتكون مقبوله. خلي بالك من كلمه مقبوله لان مش كل الحسابات العشوائيه بينفع تتقبل، طبعا لازم يكون اخرها جيميل.com. فانت عندك هنا 2 @gmail.com، لكن دي @جوجل جيميل سيبك منها، @دومين سيبك منها. يعني هنلغي العلامه من هنا ومن هنا كده وهنضغط تشينج، هيظهر لك بالشكل ده زي ما انت شايف كده. ده الميل اللي احنا نقدر نستخدمه. هنضغط هنا اكتف علشان يبدا يفعل الميل بتاعنا، هيظهر معانا في الاعلى. طبعا لو انت عايز تغيره تاني ممكن تغيره من خلال الضغط على تشينج وتختار اي حاجه. وطبعا زي ما قلت لك هم اول اختيارين فقط. يعني مثلا لو ضغطنا هنا كده وضغطنا حسنا هيبدا ان هو يغير الميل بالشكل ده. هنضغط على الميل كده وناخده كوبي وهنرجع للموقع بتاعنا ونكتب الباسورد ونضغط كرييت اكونت. هيبعت لك طبعا كود للتفعيل. هنرجع على الميل وهنضغط ريفريش، تظهر معانا الرساله هندخل عليها، هناخد الكود كوبي ونرجع نلصقه وبس كده انت انشات الميل. اول ما بيتم انشاء الميل بتاخد 30 كريدت بشكل مجاني، وطبعا تقدر تحصل على كريدت اكتر. هنضغط هنا بالشكل ده ونبدا نضغط على ايرن كريدت. اول طريقه من خلال التسجيل اليومي للحساب، تقدر تحفظ الحساب عندك على الجهاز زي ما انا حفظته كده، ومن خلال التسجيل اليومي بتاخد كريدت. ولو انت لاحظت اليوم السابع والاخير بتاخد 80 كريدت. تضغط هنا تشيك ان كده، انت خدت ال10 بتوع النهارده وبقى معاك في حسابك 40 كريدت. تاني اختيار دعوه الاصدقاء، الاختيار الاخير وده خاص بمشاهده الاعلانات. يعني اول ما بتضغط هنا جو ناو هيبدا يظهر لك اعلان. مده الاعلان ده اول ما بيخلص اخدت 2 اخدت 3 اخدت 5، انت وحظك. ندخل بقى على صلب الموضوع وهو انشاء الفيديو. ندخل هنا على AI فيديو ونضغط على اي اختيار تكست تو فيديو، وكمان نقدر نختار النموذج مباشرة سيدانس 2. تضغط عليه بالشكل ده. في القائمة الجانبية هيظهر عندك في الاعلى اختيارين، ايمج تو فيديو او تكست تو فيديو. طبعا اختار اللي يناسبك. هتنزل بعد كده على الموديل وتتاكد انك مختار سيدانس 2، تنزل للاختيار الثالث ودي اللي بتحدد فيها الصور بتاعتك، فيرست فريم واند فريم. ولو انت عندك صورة واحدة بس تقدر انك تقفل الاختيار ده وتبدا ترفع صوره واحده من على جهازك بالشكل ده. بعد كده بتبدا تكتب البرومت بتاعك وهنبدا ننزل للاختيار اللي بعد كده وهو مقاس الفيديو بتاعنا. طبعا انا هخليه طبعا على مقاس فيديو يوتيوب زي ما هو، وهنبدا ننزل للاختيارات اللي في الاسفل. هنا الكواليتي عندك 480 او 720، وفي الاختيار الثاني مده الفيديو، واي اختيار منهم بيكون على حساب الكريدت بتاعك. ولو حابب الفيديو يطلع بصوت اخيرا هتفعل الاختيار ده وهتضغط على جنريت، وفي دقائق معدوده هيتم انتاج الفيديو. ولو انت خرجت من القائمه بالغلط زي ما حصل عندي تقدر توصل للنتيجه النهائيه بتاعتك من خلال القائمه الجانبيه. هتنزل للاسفل هتلاقي عندك لايبراري اللي هي الاستوديو بتاعك اللي بيتم حفظ فيه جميع الاعمال اللي انت عملتها، واللي هتلاقي في قسم الفيديو بتاعك. حاجه جامده جدا واللي تقدر تحملها من خلال الضغط على الداونلود. هيبدا معاك التحميل مباشره. والطريقه الثانيه بقى مش هتحتاج فيها اي مواقع لانشاء حسابات وهميه والكلام ده كله خالص. كل اللي عليك بس هتسجل بجوجل، مع ان الموقع فيه تسجيل بحسابات عشوائيه، بس سيبك من الكلام ده كله لان استخدام سيدانس 2 داخل الموقع ده مجاني وفري 100%. اضغط على كرييت او ستارت ناو، هيبدا يوجهك لواجهه الموقع الرئيسيه واللي من خلالها هتضغط على اللوجن علشان تبدا تسجل دخول باستخدام جوجل مباشره. مش محتاج انك تعمل حسابات عشوائيه زي ما قلنا. يبدا يفتح معاك زي اختبار بسيط كده، اسئله ممكن تجاوب باي حاجه خالص، مش مشكله.
وبس كده بتاخد 200 كريدت بشكل مجاني علشان بس خلصت الاختبار. اضغط جيت ات، وطبعا انت اول ما بتسجل بتاخد 500 فبقى معاك 700، بس طبعا احنا مش محتاجينهم لان كده الاستخدام هيكون مجاني. من القائمه الجانبيه هتنزل كده اسفل هتلاقي AI فيديو، تضغط عليها عشان يفتح معاك الواجهه الخاصه بانشاء الفيديو، واللي في الاسفل هتلاقي فيها الجزء الخاص بالامر اللي انت هتكتبه، هتلاقي فيها قسم النماذج اللي انت هتختار منها، وهتلاقي فيها اول حاجه سي دانس 2 فري، عندك تكست تو فيديو، ايمج تو فيديو، وفريم تو فيديو. انا مثلا هختار ايمج تو فيديو، وهبدا ارفع الصوره اللي انا عايز احولها الفيديو بالشكل ده، وهبدا طبعا احط البرومت بتاعي. وعايز اقول لك على نقطه مهمه جدا لازم تخلي بالك منها هنا. الموقع ده عليه ضغط جامد جدا لان هو الموقع الوحيد اللي موفر سي دانس 2 مجانا، فهتلاقي عليه ضغط رهيب جدا، هتحصل مشاكل كتيره اثناء انشاء الفيديو. هقول لك ازاي تتفاداها. اولا بخصوص الفيديو علشان ما يترفضش نهائيا لا تتخطى 10 ثواني، زي ما انت شايف هتظهر معاك الرساله دي. تمام؟ طيب لو احنا اخترنا 10 ثواني هل هتظهر معانا الرساله؟ نضغط هنا اديت كده عشان نرجع الامر بتاعنا، وهنبدا نغير بقى الوقت ونخليه 10. ممكن تظهر معانا المشكله؟ ممكن تظهر عادي، زي ما انت شفت كده انا عملت 10 ونفس الكلام برضو ظهرت نفس المشكله. بتحاول اكتر من مره لحد ما يبدا ينفذ معاك الامر. وعلشان اثبت لك صدق كلامي، ده حساب ثاني انا استخدمته علشان اعمل بيه فيديوهات بنفس الطريقه، وزي ما انت شايف كده هو في الاول كان بيرفض، لكن بعد كده قبل ادي فيديو، وبعد كده قبل فيديو تاني. وزي ما انت ملاحظ لو انا لمست هنا كده زي ما انت شايف كده سي دانس 2 فري اهو، وده كان فيديو 5 ثواني. ولو نزلنا كمان تحتيها الفيديو اللي بعده برضو سي دانس 2 فري، الفيديو مدته كام؟ 10 ثواني. ودولت افضل طريقتين انا قدرت اوصل لهم، ولسه مستمر. لو لقيت اي مواقع تانية جديده بتدي نفس الخدمه بشكل مجاني ان شاء الله هنزل عنها فيديو برضو هنا على القناه.